السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فيديو جديد من قناتي دلع كرشك مع مطبخ ميدو وميزو. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كبدة، يعني احسن من بتاعة المحلات كمان، وانضف حاجة انت عاملاها في البيت. التتبيلة بتاعتها حلوة جدا، وهنعمل لها الدقة اللي تتحط عليها على الوش كمان. وهنعمل معاها سلطة طحينة. تعالوا ما نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. عندي كبدة شرايح. انا بجيبها شرايح على طول، يعني بخلي الراجل يقطعها لي شرايح. حبيت اعملها بالردة مرة، حبيت مثلا هعملها اسكندراني، انا بقطعها شرايح طويلة رفيعة كده. وعندي دي طماطمايه مبشورة عليها فصين توم مفرومين، ودي مية بصل عليها ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناعمة ورشة بابريكا ومعلقة خل. وده الكفر بتاعي اللي هغلف بيه الكبدة، عبارة عن ردة ودقيق، وعليها شوية بهارات اللي هي رشة ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناعمة ورشة بابريكا. هنقلب البهارات اللي في مية البصل كده ومعلقة الخل مع بعض، نحطهم على الطماطم. ونقلبهم مع بعض كويس. الطماطم هنا حلوة جدا، علشان يعني معروف ان الطماطم بتشيل الزفارة من اي حاجة. وهنزلهم هنا على الكبدة، واسيبها في التتبيلة دي كده ايه شوية. طبعا معايا هنا طحينة عشان نعمل مع بعض سلطة الطحينة. كده انا قلبت كل كمية الكبدة في الردة بالدقيق. هبدأ بقى احمرها، انزلها في الزيت. هنبدأ نعمل الطحينة مع بعض. دي معلقتين كبار خل، وفصين توم مفرومين ناعم، وعصرة ليمونة، وملح وفلفل وكمون. هنبدأ ننزل عليهم بالطحينة. هنبدأ نقلبها. انا خلصت كده، انا خلصت تحمير الكبدة كلها. طالعة ريحتها جميلة وطعمها تحفة. هنبدأ بقى ايه، ننزل عليها بالدقة كده على الوش زي بتاعة المحلات. الدقة دي توم وفلفل وملح وكمون، معلقة صغيرة خل. نضربهم في الكبة او في الهون، وتحطيهم على الكبدة بعد ما تخلص. طالعة جميلة خالص، جربوها ان شاء الله تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسيش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة. اشوفكم في وصفة جديدة، واترككم في رعاية الله.